هنعمل ايه في حاجه زي دي؟ طب يا جماعه، والله العظيم قاعد بفكر كده مع نفسي بعد الماتش، يعني من بعد الماتش وهقول لك كام حاجه كده يعني، واتمنى تعذرني. يعني لو انت مغربي لازم تعذرني، مش عشان حاجه، مش عشان انت وحش، لان ده الطبيعي. لو منتخب المغرب كسب وفرضنا ان احنا كسبنا، ما خلاص بقى هنفترض ان احنا هنكسب السنغال، لان كتير كده يعني، احنا لعبناهم مليون مره مثلا، كسبوا كلهم هم المليون، فيعني نكسب احنا مره يعني، ارجوكم. اتمنى ما الاقيش النهائي السنغال ونيجيريا، عشان دي حاجه تبقى بدايه يعني، حد منا هنا حتى ياخد البطوله. تعالى مغرب اخويا، تعالى. تعالى احنا اخوات بقى، انت ما تفهمنيش غلط، تعالى اقعد جنبي، اقعد جنبي وهشرح لك الموقف. لو وصلنا نهائي احنا والمغرب، يعني طب ما نروحش ما نلعبش النهائي طيب ولا؟ ما اصل اقول لك على حاجه، ما انا لو بلعب على ارضي دي، قصدي حاجه ما تقلش منك. هو انت كده كده هتتجامل. انا لو بلعب على ارضي هتجامل. الحكم مش هيخرج لو ما جاملكش، مش هيخرج. فهو كده كده هيتجامل، ويتجامل دي يعني، دي الكلمه الحلوه، في كلمه تانية يعني، ده طبيعي ان هو اللي يحصل. دي حاجه. تاني حاجه، الملعب كله هيبقى بيشجع المغرب. يعني هم اصلا اللي كانوا في الملعب بيشجعوا منتخب مصر هم المغاربه، مش هيشجعونا على نفسهم يعني، فهم هيشجعونا كتر الف خيرهم، بس يعني لما نوصل بقى قدامهم خلاص يعني. وانا مش قصدي من الكلام ده ان انا اكيد يعني مش هشجع منتخب نيجيريا على منتخب المغرب، يعني تغور البطوله كلها يعني، اكيد مش هنعمل الحركه القذره دي. بس يعني يا معلم، هنعمل ايه؟ خير خير. خير اكيد، خير ان شاء الله. شكلنا انا وانت هنتقابل في البرونزيه في المركز الثالث والرابع. هتكسبها مني برضه، هتتجامل. بلاش بقى افكار نص الليل دي، عشان ايه؟ عندي هم بكره.